وعشية انطلاق فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسبوع الجمل بقليميم الذي ينظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. نظم مساء اليوم كرنفال احتفالي جاب أهم شوارع المدينة. كرنفال ضم مجموعة من العروض واللوحات الفنية والتراثية. في المتابعة حفظ محدار وعبد الرحيم حاجي ومحمود الشراكي. عبر مختلف المسالك والشوارع الرئيسية لمدينة قليميم تجول مواكب الهجان والخيال إذانا بافتتاح فعاليات الدورة العاشرة من مهرجان أسبوع الجمل، الحدث الثقافي الوطني الذي يقدم إسهامات في صون وحماية زخم من التعبيرات التراثية الأصيلة الراسخة في مخيال وذاكرة أبناء الأقاليم الجنوبية. الألعاب كاملة زينة تبارك الله، والناس كاملة فرحانة ومستعدين لهذا الاحتفال الرسمي الزين الرائع. بسم الله زين وشعشع والحال بارد والوقت مستبشر تبارك الله بسم الله والله يوافق الخير. أسبوع الجمال ده فوتنا بينا كورونا والظروف، حامدين مولانا بركتيان النصر يا ربي المغربنا والمالكنا وطول العمر وزكاة الأيام والخير موجود. هذه اللوحات الاستعراضية التراثية تواكبها مجموعة من اللوحات الفنية التي أضفت طابعا من التنشيط والفرجة على فقرات هذا الكرنفال الاحتفالي الذي استمتعت بعروضه ساكنة المدينة. كرنفال تبارك الله كان زين وجاب الشوارع ديال المدينة كل شيء، وشفنا الجمهور كيفاش تفاعل مع الجو مع سميتو هو، وكان جو رائع من اروع الاجواء. الناس ديال عيساوات القلعه المراكشيه الفرقه النحاسيه صحراء وكذلك الحمد لله كل شيء كاين. كرنفال رائع جدا كما كنشوفوا، لقينا واحد الدعم جماهيري كبير جدا. الامور دازت بشكل جيد، لقى استحسان من لدن الساكنه بطبيعه الحال مدينه قليميم اللي محبه لجل الاذواق الفنيه بطبيعه الحال مدينه قليميم. كانت مشاركه ديال مجموعه من الفرق الفنيه المحليه بطبيعه الحال فولكلوريه اللي كتمثل وكتحمل العرق الودنوني. كرنفال احتفالي يقص شريط هذا الحدث الثقافي السنوي الذي يضفي إشعاعا ثقافيا وفنيا على حاضرة ودنونة التي سيكون لساكنتها وزوارها موعد مع كوكتيل من العروض والفقرات والبرامج الإشعاعية على امتداد أسبوع كامل.